حمودي الناس قطعت عليك اللي انت بتعمل ترند، يخرب بيت امك، بطلع امك تشتم اخوك على اساس اللي دي سسبنس يعني. الناس قطعت عليك يا عم اهو، هتعمل ايه في النهايه بقى؟ اقفلها نهايه حلوه عشان الناس عرفت اللي انتوا هترجعوا تتصالحوا وقطعت عليكم يا حمودي. زي ما انتوا سمعتوا كده ترند. جيبس بيقول ان ده هيكون في الاول وفي الاخر ترند، وهيرجعوا تاني يتصالحوا وكأن ما حصلش اي حاجة. طبعا بالنسبة لجيبس فهو قبل سابق كان صاحب ترندات برضو فظيعة، من ضمنهم ترند الجواز، كان عامل برضو دوشة وهيصة. طيب ده ترند وده ترند، والله اعلم ان كان ترند او حتى مش ترند. احنا بقى استفدنا ايه؟ احنا استفدنا ايه؟ ولا استفدنا اي حاجة، بالعكس. خد من وقتنا، خد من طاقتنا، خد من فلوسنا، خد من نفسيتنا، وخد من شعورنا. لما يعني اتأثرنا بكل حالة طالعة فيهم تقول كمية الفضايح والأسرار والحاجات اللي احنا كلها وصلت على مسامعنا دي، احنا ما استفدناش منها اي حاجة، بالعكس احنا اتأذينا. لان الحاجات دي ما تفيدش اي حد، بالعكس ده مؤذية. مؤذية ليه مؤذية؟ ان هي علمتك حاجة مش كويسة، او سابت عندك انطباع مش كويس، اثرت على نفسيتك لانك برضو اتأثرت. غير كده وكده انها ضيعت وقتك، وكان عندك الفضول انك تشوف المزيد. فاحنا ما استفدناش اي حاجة، بالعكس احنا كمان بنشجع. ما هو احنا لما نشوف نموذج زي ده وما ندلوش اهتمام وما نضغطش ونفتح اي فيديو بنفس الطريقة دي او بنفس الوضع ده، عمر ما في ناس زي دي هتطلع تضحك علينا وتعمل ترندات على قفانا، واحنا نندرج تحت من كل حاجة بتطلع فيها فضايح والفضول ياخدنا ونعمل لها قيمة. فاحنا لما بنعمل للحاجات دي قيمة فهي بتستغفلنا وبتستغلنا كل مرة ان تدينا حاجات يعني حراقة بقى، وحاجات احنا عايزين نعرف وراها ايه واسرارها ايه. كل الحاجات دي انتوا فاهمينها كويس قوي. فياريت ياريت ما نساعدش على حاجة زي كده ان هي تكبر وتعلى وتاخد حيز من تفكيرنا وحيز من وقتنا، وهي كلها في الفاضي، كلها في الفاضي.